فاجعة في المغرب الشقيق. ارتفاع أعداد ضحايا زلزال مراكش العنيف. ضرب زلزال قوي نادر المغرب مساء أمس، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية. وقتل حوالي 632 شخصا وأصيب 329 بجروح. وبحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن العدد متوقع للزيادة. وجاء في بيان الوزارة: إلى حدود الساعة 7 صباحا سجلت 632 حالة وفاة و329 حالة إصابة، من بينها إصابات خطيرة. وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وعرض التلفزيون المغربي مشاهد من أعقاب الزلزال، حيث بقى الكثيرون في الخارج خوفا من الهزات الارتدادية. وقفت عائلات قلقة في الشوارع ومتكدسة على الرصيف، وبعضها يحمل أطفالا أو بطانيات أو متعلقات أخرى. وتسلق عمال طوارئ فوق أكوام الحجارة وبقايا الجدران المنهارة، وكادت سيارة أن تدفن تحت أنقاض مبنى منهار. وشوهدت سلال ودلاء وملابس وسط الحجارة المتناثرة في بقايا أحد المباني. هناك دمار في المدينة التاريخية. وفي أعقاب الزلزال مباشرة أظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور. وتعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترا باسم سقف مراكش. ونشر مغاربة مقاطع مصورة تظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قوله إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وأظهرت مشاهد مصورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز. وهناك ضحايا وخسائر مادية كثيرة نتيجة هذا الزلزال، فالأهالي يتوجهون للشوارع خوفا من توابع الزلزال، فهو ضرب عدة مدن في المغرب وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر. ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط. والأهالي غادروا منازلهم إلى الشوارع خوفا من التوابع. وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزة الأولى. وأكد شهود عيان انهيار عدد من المباني بالمدن العتيقة في بعض المدن وتصدع بنايات أخرى. لم يتأكد حتى الآن أن الأعداد في ازدياد، إلا أن المعهد الوطني الجيوفيزيائي في المغرب قال إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت.